السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ومرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لقينا النبي قاعد مع بعض النساء بيعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم. فجأة سمعوا صوت عمر ابن الخطاب معدي وبينادي على النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدرنا الحجاب مش معناه ان هم كانوا خالعين الحجاب ولبسوه، فابتدرنا الحجاب يعني اداروا واستخبوا ورا الستاره. فلما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي يضحك، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أضحك الله سنك، ما الذي يضحكك؟ قال هؤلاء النسوة سمعنا صوتك فابتدرنا الحجاب. فقال عمر بن الخطاب أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت امرأة أجل يا عمر إنك أفظ وأغلظ. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني ولذلك عنوان الليلة أو عنوان درس الليلة بسمة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حقيقة بعض الناس فكرة إن الدين ديننا يعني الجميل دوت ليس فيه أي نوع من الترويح ولا الدعابة ولا أي حاجة، وللأسف الشديد تجده ممكن يكون إنسان على طول عبوس الوجه مكشر بيتعامل مع الناس بشيء من الغل، يكون سبب لصد الناس عن هذا الدين العظيم. عايز أقول حاجة مهمة جدا يا جماعة، ديننا دين يعني بيدعو إلى إن احنا نكون أمة جادة، يعني أمة جادة فعلا. قال جل وعلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لكن نفس القرآن بيقول حاجة تانية برضو مع ديت عشان يحصل شيء من التوازن في حياتنا يا جماعة. يقول القرآن أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى قال عن نفسه وأنه هو أضحك وأبكى، يعني ما هوش بكاء على طول ولا ضحك على طول، وأنه هو أضحك وأبكى، يعني لابد يكون في توازن بين هذا وبين ذاك. في معاملتي مع زوجتي مع أولادي مع أصدقائي مع حبايبي لا مانع يكون في شيء من الترويح، وعندما أقف بين يدي الله أبكي من خشية الله عشان يبقى في توازن بين حياة الإنسان. ولذلك قال حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن أنه قال والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى إذن ألف أول الحديث لضحكتم قليلا وما قالش أبدا. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجود الضحك في حياتنا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما بيقولوا لكل مقام مقال، ده وقت الضحك يبقى وقت الضحك، وقت الجد يبقى وقت الجد، وقت العبادة يبقى وقت العبادة، وقت العمل يبقى وقت العمل. تعيش كل مرحلة بكل تفاصيلها علشان تبقى متقن في كل الجوانب. الإنسان في كل جوانب حياته يا جماعة ما فيهاش شيء من الترويح ولا الدعابة ولا البسمة، مش هيقدر يكمل في الجوانب الأخرى لأن هتبقى حياته قاسية جدا. اسمع لقول المولى عز وجل سبحانه وتعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني، خد بالك وركز بقى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف تواضع سيدنا سليمان عليه السلام وهو نبي وابن نبي، سليمان ابن داود عليهما السلام. شوف بيقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ده يفكرنا بتواضع سيدنا يوسف عليه السلام حينما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، خليني وراهم كده. وفكرنا أيضا بتواضع سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. اوعوا تفتكروا ان انا بقول الكلام ده تفاخرهم، وانما انا انقل لكم ما قاله جبريل لي نقلا عن رب العزة. اخبر جبريل ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيد ولد آدم. تعالوا نقف وقف هنا حلو قوي.
قول المولى عز وجل عن سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا. هو في تبسم غير ضاحك؟ قال لك لا، خد بالك، في حاجة، في عندنا قاعدة اسمها السياق من المقيدات. ورد في البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وكان من ضمنهم كعب بن مالك. لما عاد النبي من غزوة تبوك، وكان كعب بن مالك واحد من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فكان النبي زعلان منه. قال فلما رأيت النبي ودخلت عليه فلما رآني تبسم تبسم المغضب. يبقى البسمة ما كانش بسمة رضا، كان متبسم، بس هو متضايق من كعب بن مالك ان هو تخلف عن غزوة تبوك. هنا بقى بيقول لك فتبسم ضاحكا. قال لك فاللفظ يتحط في جملة يفيد معنى ويتحط في جملة يفيد معنى تاني. تعالوا نرجع لموضوعنا. فالبسمة مطلوبة في حياتنا، والدعابة البريئة التي ليس فيها أي شيء من الكذب أو السخرية أو الاستهزاء بالناس مطلوبة في حياتنا عشان نقدر نكمل جوانب حياتنا، ومطلوبة بالذات في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عايز أقول البسمة مغناطيس القلوب. وفي حياة الواحد الدعوية على مدار 25 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ياما شفنا ناس كتيرة جدا كان سبب التزامهم كان بسمة، وناس كان سبب إسلامهم بسمة. ما أقصدش بسمتي أنا، بسمة غيري، بسمة ناس كتيرة جدا ابتسموا في وشوش الناس، اتعاملوا معاهم بشيء من الأريحية، اتعاملوا معاهم بشيء من الرحمة، وكانت سبب إسلامهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا أكيد طبعا بتقولوا طب ما النبي بقى هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، فلو عايز تكلمنا بقى عن البسمة وعن الترويح وعن الدعابة الجميلة البريئة، كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأسوة في حياة النبي كان بيعمل فيها إيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. خدوا بقى شوية مواقف كده جميلة جدا، نفتح كتالوج السنة ونفتح كتالوج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف النبي كان حياته عاملة إزاي. الأصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التقي النقي الخاشع الورع المخبت المنيب البكاء صلى الله عليه وسلم، اللي شايل هم الأمة كلها، اللي شايل هم دعوة الإنس والجن. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ربنا أرسله رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس والجن والطير والوحش والمؤمن والكافر والبر والفاجر. النبي رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صحابة الدنيا كلها من حواليه إنس وجن، مش إنس وبس، ومشغول أيضا بالحروب اللي كانت بتدور ما بينه وما بين المشركين، ومشغول في نفس الوقت بزوجاته التسعة صلى الله عليه وسلم اللي كانت كلها لله سبحانه وتعالى، لا بغرض التعدد ولا الشهوة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فضل مع أمنا خديجة وهي أكبر منه ب15 سنة، فضل متجوزها على مدى 25 سنة، من وهو عمره 25 لحد ما بقى عمره 50 ولم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين من 50 ل 53 لم يتزوج، 53 اتجوز السيدة سودة، بعدها بشوية اتجوز أمنا عائشة، بعدها عدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 55 سنة من عمره. فهل ده كان جواز شهوة؟ مين يقدر يقول الكلام ده يا جماعة؟ فلو كان عايز يتجوز جواز شهوة كان يتجوز وهو عنده حاجة 20 سنة أو هو عنده 30 سنة، لكن النبي لم يعدد إلا لأغراض كلها في خدمة الدعوة وخدمة دين الله سبحانه وتعالى. فيما بعد إن شاء الله الحكم التي عدد من أجلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف بقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نقول بقى للي فاكر إن الدين ده، يعني بعض الناس كان زمان كنت اسمع الكلام ده من بعض زمايلي يقول لا 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 بسمة ولا بتاع ولا اي حاجه، ونخرج كده مكشرين ضاربين ال 111 كده وقلبين الدنيا. ليه؟ عشان الناس تبقى عارفه ان احنا ناس عندنا وقار وعندنا خشوع وعندنا تقوى. قلت له ايه علاقه التقوى والخشوع والوقار بأن الإنسان يبتسم؟ أخشى من النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان في أتقى من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ هو كان في حد في الدنيا عنده ورع قد النبي، ولا عنده خشوع، ولا عنده عبادة أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان بسام المحيا صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي على طول الخط كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مبتسم. كانوا يعرفوا إمتى إن النبي غضبان متضايق زعلان، يقولوا كنا نعرف ذلك في وجهه إذا انتفخت أوداجه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير زعلان. أما سوى ذلك فالنبي على طول مبتسم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بعض المواقف الجميلة جدا من حياة النبي عشان نعرف إن ديننا دين الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، له ضحك 24 ساعة ولا هو زعل ونكد 24 ساعة،
ولا يعني تشدد ولا تعصب ولا تشنج أبدا. ديننا دين الوسطية، في موضع البسمة نبتسم، في موضع البكاء نبكي، في موضع العبادة نبقى عباد، في موضع العمل نبقى بنشتغل، في موضع الأمر يكون ده كله، في موضع التعامل مع الزوجة والأولاد يبقى في تعامل تاني، في موضع التعامل مع البشر، هكذا وهكذا. إن يعني لكل مقام مقال، وإن الإنسان يتأقلم في حياته كلها إن هو يتأسى ويقتدي بسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. الموقف الأولاني رواه أبو يعلى بإسناد حسن إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام قاعد عند أمنا عائشة، وكانت جاية أمنا سودة في زيارة أمنا عائشة، فلقت النبي عندها صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي ووضع رجله على رجل أمنا عائشة والرجل الثانية على رجل أمنا سودة. فكانت أمنا عائشة عاملة أكلة كده اسمها الخزيرة، نوع كده من الأكل كده إيه يعني كانوا بيصنعوه في الوقت دوت. فالمهم فأمنا عائشة بتقول لأمنا سودة، بتقول لها كلي، فقالت لها مش هاكل، قالت لها لا تأكلن أو لألطخن وجهك. يعني إيه؟ طبعا كانت أمنا عائشة كانت بتعتبر سودة بنت زمعة، كانت بتعتبرها إنها أم ليها، لأن كانت أكبر منها في السن بكتير، وهي كانت قريبة جدا منها وكانت بتحبها أوي، فبتمزح معاها بتقول لها هتاكلي ولا يعني، فما كلتش. فراحت أمنا عائشة راحت مكورة حتة كده من الخزيرة وراحت رمياها في وجه أمنا سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ثم رفع رجله من على رجل سودة عشان تاخد راحتها بقى وترد، وراح مناولها من الصحن واداها ايه لأمنا عائشة. فقعد يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجو كده كله مرح وبسمة ودعابة جميلة. يعني مش بقى لو واحد غير النبي يقول ايه ده انتوا بتعملوا كده قدامي، انتوا مش عاملين لي حساب، انتوا لا، ده النبي كان بيعدي الامور ببساطه. يا جماعه ده في يوم من الايام كان النبي قاعد عند امنا عائشه، وكان عازم بعض الصحابه فقاعدين عنده، فواحده من امهات المؤمنين عارفه ان امنا عائشه كان طبخها رضي الله عنها وارضاها، كان طبخها على قدها، فالتانيه كانت طبخها احلى من طبيخ امنا عائشه. فراحت جايبه بقى ايه في الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند امنا عائشه، راحت بعتة صحفه كده وفيها اكل حلو كده وبعتاه. فامنا عائشه اول ما لقت الخادمه جايبه الاكل ده من عند مين، قالت لها من عند فلانه. عرفت ان هي بتجيب الاكل ده عشان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هي بتطبخ احسن من امنا عائشه. فراحت ماسكه الصحفه اياها في الارض، اتكسرت بقى كده ايه 60 حته زي ما بيقولوا. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خد الموقف بكل بساطه، وراح رايح ولامم الصحفه ديت المكسوره، وراح باصص الصحابه وقال غارت امكم. عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم الموضوع امره بسيط جدا، مش مستاهل ان احنا نعمل عليه لا مشكله ولا حدوته ولا يحصل طلاق ولا يحصل مشاكل ولا يحصل خصام ولا هجر بيني وبين زوجتي. غارت امكم. وبعدين ما قالش غارت عائشه، ما قالش غارت زوجتي، قال غارت امكم، عشان لو حد عايز يقول كلمه كده ولا كده يقول لها ما يصحش تعملي كده في وجود النبي، عايز يقول له خد بالك دي امك، اوعى تقول كلمه تزعل ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فلم الموضوع بكل بساطه، لم الحاجات، ثم امر امنا عائشه انها تعد طعام في صحفه تانية، وراح باعتها مع الخادمه وقال طعام بطعام واناء باناء، وانتهت المشكله بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني الجميل في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا كان يقرع ما بين النساء، يعمل قرعة كده يشوف مين اللي هتطلع معاه. فطلعت في القرعة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكانت هي أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من الظلم في شيء، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فالحول عز وجل. فالمطلوب في العدل، المطلوب في العدل هو النفقة والمبيت. أما الحب فالقلب ليس بيد الإنسان، وإنما هو بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. ولذا فالإنسان حتى لو كان معاه زوجتين مثلا بيحب واحدة أكتر من الثانية، الحب ده ميل قلبي، لكن في التعامل في النفقة في العطاء في المبيت في ضحكة لابد أن يساوي بين الاثنين. أما الميل القلبي فده أمر ليس بيد الإنسان، إنما هو أمر يعني بيد المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلعت في القرعة أمنا عائشة فخدها ومسافر بيها، فالصحابة معاه فقال تقدموا، فتقدموا. فلما تقدموا قال لها تسابقيني؟ قالت له أسابقك يا رسول الله. قالت فسابقني فسبقته. كانت لسه بقى أمنا عائشة لسه رفيعة كده، ما كانتش جسمها ملا لحم. بعد شوية شهور كده النبي مش ناسيها أبدا صلى الله عليه وسلم، كانت هي بقى يعني تخنت شوية كده وحملت اللحم، فطلع برضه في سفر كده، وكانت طلعت القرعة عليها وسافرت معاه.
فقال للصحابة برضه نفس الحكاية، قال لهم تقدموا فتقدموا، فقال لها تسابقيني، قالت له أسبقك، فكانت قد حملت اللحم تخنت شوية، قالت فسبقني فقال هذه بتلك، واحد واحد. وده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه الدعابة في حياة النبي، وشوف قد إيه البساطة في حياة النبي. سيد ولد آدم، نبي عظيم، يعني هو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وشايل هم أعباء الأمة وأعباء الدعوة وأعباء 9 زوجات وأعباء، ومع ذلك كان بيسابق أمنا عائشة، وكان يضحك معاها ويمزحها، وكان يخش عليها يلاقي عندها بتاع ده لعبة كده فيمزح معاها، ما هذا؟ عائشة تقول له فرس وله جناحان، يقول لها فرس له جناحان، وكان ليها صاحبات صغيرين في السن يلعبوا معاها، اول ما يشوفوا النبي داخل كانوا يتسربوا كده ويبعدوا، خايفين، يعني عندهم هيبه من النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج بره ويقول لهم خشوا عشان يلعبوا مع امنا عائشه، تعالوا نكمل بسمه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قد ايه البسمة جميلة في حياة الإنسان، حتى في عز المشاكل، حتى في عز المآسي. البسمة علامة كبيرة جدا على رضا الإنسان عن قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وكما يقول الأطباء البسمة لا تكلف الإنسان سوى انه يحرك عضلتين في الوجه، واما لو حب ان هو يكشر ويكعبلها فمحتاج انه يشغل 14 عضله. ولذلك يقول لك اكثر الناس نضاره في وجوههم هم الناس الذين يبتسمون، اما الذي لا يبتسم وعلى طول مكشر ممكن تلاقيه عنده 30 سنه وتنظر اليه تشعر انه عنده 70 سنه، بطول وتعب عضلات وشه. فابتسم، ابتسم طاعة لله سبحانه وتعالى، ابتسم عبادة، قرب إلى الله، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بعض المواقف التانية الجميلة في حياة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي هو أسوتنا وقدوتنا أجمعين. في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، إن في يوم من الأيام امرأة عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اليوم اللي كان عندي أمنا عائشة. فلما دخلت قالت يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أدخل الجنة؟ فقال إنه لا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة وهي تبكي، فأمنا عائشة راحت منادية عليها، فقالت لها بتبكي ليه؟ قالت لها النبي قال لا يدخل الجنة عجوز، يبقى أنا كده إيه؟ مهما عبدت ومهما عملت أنا كده كده مش داخلة الجنة. فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لماذا تبكين؟ أما إنك لا تدخلينها وأنت عجوز، وإنما تدخلينها وأنت شابة. أما سمعت قول المولى عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فربنا سبحانه وتعالى هينشئ هذه المرأة نشأ جديدا، وتيجي يوم القيامة كما قلنا قبل ذلك لما اتكلمنا في برنامج يوم في الجنة لو تتذكروا، قلنا إن الإنسان قبل ما يخش الجنة بيتغسل في عينين، عين المولى عز وجل يذهب بها أو يذهب بهذه العين ما في القلب من غل وحقد وحسد وغيرة ورياء ونفاق والقمة الموجودة في القلب تذهب، ويعني ونزعنا ما في صدورهم من غل سرر متقابلين. والعين الثانية يتشكل فيها الإنسان بجنة، يبقى على طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء، الجسم أو السن يبقى 33 سنة للرجال، والنساء سن واحد وثابت على طول على مدى مليارات السنين، لأن الجنة دار الخلد بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يتغير سن الإنسان، يفضل على طول في سن 33 سنة 70 80 سنة. واحد مات وعنده 10 سنين، سن واحد في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فابتسمت المرأة ومشت وعرفت أن النبي كان بيداعبها صلى الله عليه وسلم. قصة تانية رواها برضو الترمذي بإسناد حسن، كان في صحابي جليل اسمه زاهر كان دميم الخلق لكنه كان يحمل إيمان كالجبال. ففي يوم من الأيام جاي للنبي هو حزين جدا في غاية الحزن، فإذا به يقول يا رسول الله أدمامتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال لا. خد بالك. فالمهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يطيب خاطره ويكلمه، وبعدين شويتين زاهر كان جاي من القرية اللي جاي منها وجاي بقى يبيع في الأسواق اللي موجودة في المدينة، فواقف عمال يقول من يشتري هذا الثوب، من يشتري هذا الثوب، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
رايح له مخصوص عشان يجبر بخاطره صلى الله عليه وسلم. فراح حضنه من ورا وبدأ ينادي: ومن يشتري هذا العبد، ومن يشتري هذا العبد. فهو اتخض، وبعدين حس بقى بملمس ايد النبي اللي انس بن مالك قال عنها: والله ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فحس انه النبي في وشه. فالنبي كان بيقول: من يشتري هذا العبد، بيمزح طبعا مع زاهر. فقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، عشان هو تميم الخلقة. قال له: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فإذا بالحبيب المصطفى يقول: غير أنك عند الله لست بكاسد. وفي رواية: بل أنت غال عند الله، بل أنت غال عند الله، أنت غالي عند ربنا. ودي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، عشان يجبر بخاطره وما يشعرش ان هو وان ما حدش مثلا بيعامله المعامله اللي هو كان يتمناها. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: بل انت غال عند الله سبحانه وتعالى. في بقى برضه موقف في غايه الروعه، وكان موقف من المواقف الطريفه الجميله جدا. الحديث رواه البخاري على درجات الصحه. واحد رجل من الصحابه جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيشتكي له، كان الكلام ده في شهر رمضان. فبيقول له: يا رسول الله، يعني وقعت في مصيبه. قال: وما هي؟ قال له: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له الكفارة بتاعتها. قال له: أعتق رقبة. قال له: ليس عندي. قال له: طيب صم شهرين متتابعين. قال له: لا أستطيع. وهل الذي يعني إذا كنت أنا لم أصبر على زوجتي يوم ولا يومين أروح أصوم شهرين كاملين؟ لا أستطيع يا رسول الله. قال له: طب خلاص أطعم 60 مسكينا. قال له: والله ما عندي ما أطعم به 60 مسكينا. الحلول، هو ما عندوش أي حاجة ولا استجابة لأي حل، يعني هو غصب عنه مش قادر يعني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم شويتين. حد كان جايب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجة كده زي مكتل كده كبير كده مليان تمر. فجابه وحطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي عن الرجل: أين الرجل؟ فقال له: أنا يا رسول الله. قال له: خذ هذا التمر وتصدق به. خلاص بقى. قال له: يا رسول الله، على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها يعني كلها بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: خذه وأطعمه أهلك. يعني إيه؟ أكل زوجتك وولادك كده وخلاص. سبحان الله. شوف قد إيه تيسير الإسلام، شفت قد إيه بساطة النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل عمل حاجة تعتبر جريمة في الشرع، ان هو وقع على زوجته في نهار رمضان، وبدا النبي يتدرج معه: طب اعتق رقبه، طب صوم شهرين، طب اطعم 60 مسكينا. علم الحلول دي مش قادر يعمل حل. فاذا بالاخر قال له: طب خلاص خد ده اتصدق بيه على اي حد. قال له: طب ما فيش حد افقر مني، ده انا افقر هنا. فقال له: خلاص تصدق بيها على اهلك واطعم اهلك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام خالد بن الوليد، وانتم عارفين خالد بن الوليد لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى أنه في غزوة أحد كان هو من أعظم أسباب انتصار المشركين على المسلمين في غزوة أحد، لأن النبي لما أمر الرماة أن يثبتوا على جبل الرماة وقال لهم: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا الجبل. فطبعا لما انتصر المسلمون في بداية الأمر ظنوا أن الغزوة انتهت، فنزل 40 واحد وبقي عبد الله بن جبير اللي هو رئيسهم ومعاه كمان 9 بقوا 10، وال40 نزلوا عشان يجمعوا الغنائم. فلما نزلوا خالد بن الوليد لمح المنظر، فراح لافف بجيش المشركين من وراء الجبل وراح داخل، وكان سبب في قتل 70 واحد من خيرة الصحابة، كان من ضمنهم عم النبي حمزة بن عبد المطلب أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخالد بن الوليد في عام الفتح بعد 21 سنة عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم جاي بقى عشان يسلم. فبيقول: أنا كنت متخوف خايف أخش على النبي فيصدني، لأن أنا كنت سبب قتل 70 واحد من الصحابة في غزوة أحد. قال: فلما دخلت ورآني قال فتبسم صلى الله عليه وسلم، فدخل خالد وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن أول حاجة عملها النبي في وجه خالد، ليه؟ بيبعت له رسالة طمأنينة، إن وإن كنت أنت عملت كده، بس الكلام ده أنت كنت لسه مش مسلم، أنت كنت كافر في الوقت دوت، ما دمت جاي عشان تسلم بقى فخلاص، فالإسلام يجب ما قبله، وأنا ببتسم في وشك أهو وبديك رسالة طمأنينة. شو بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ خالد بن الوليد عمره ما كان ينسى الموقف ده أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ما كانش النبي عمل كده كان خالد بن الوليد حصل له شيء من اليأس في قلبه من إنه في يوم من الأيام ممكن ربنا يغفر له كل اللي عمله دوت. بل بعد كده كان النبي حريص جدا
على ان هو يبجح له نفسه ويعظمه بين الصحابة، حتى قال يوما ما بين الصحابة: هذا سيف سله الله عز وجل على أعدائه، فسمي خالد بن الوليد سيف الله المسلول. وعشان هو سيف الله المسلول لم يقتل خالد بن الوليد في آخر أيامه، بيقول يعني: شهدت كل المشاهد وما بي موضع في جسدي إلا وبه جرح، وها أنا أموت كما يموت البعير، رضي الله عنه وأرضاه. زعلان طبعا أن هو بيموت كده على فراشه رغم أن هو واخد أجر. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فما ظنكم بخالد بن الوليد اللي يعني خاض بعض الغزوات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاض بعد ذلك الفتوحات بقى في بلاد الفرس وبلاد الروم، وعمل أشياء لا تخطر على قلب بشر. خالد بن الوليد سيف سله الله عز وجل على أعدائه. في الحديث أيضا اللي رواه البخاري ومسلم إن جلاه البجلي رضي الله عنه وأرضاه بيقول: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم في وجهي. الله! النبي صلى الله عليه وسلم طبيب قلوب، يعرف كيف يتعامل مع الناس. فلان دوت محتاج الإيمان يثبت في قلبه، دي محتاجها إيه الوسيلة؟ إن أنا كل ما أقابله أتبسم في وجهه، أديله شوية اهتمام، أحسسه إن أنا بحبه جدا. الأمور دي تثبت هذا الإنسان. زي الدعاء برضو لازم يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. ان داعية عارف مثلا انه ممكن تكون بسمته في وش الناس، معاملته الطيبة ممكن تكون سبب التزامهم، وممكن تكون سبب تثبيتهم بعد ذلك، وممكن تكون سبب ان هم بفضل الله يحبوا الدعوة ويحبوا الدين ويحبوا اهل الدين. يعني فلازم يبذل حتى لو كان في اشد آلامه واحزانه ومشاكله. يعني عايز أقول لحضراتكم حاجة: الكل يعلم يعني الأحزان التي نشعر بها في بلدنا مصر، والأحزان التي نعاني منها مما يحدث في سوريا، والأحزان التي نعاني في بلد من بلاد الإسلام والمسلمين. فهل تظنوا أن الواحد لما بيبتسم يعني وهو بيتغاضى أو بيغض الطرف عن الآلام والأحزان اللي موجودة في بيوت كتير من المسلمين؟ أبدا، ولكن نتبسم طاعة لله ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل وعسى تنفتح قلوب الناس، ولعل وعسى نكون سبب تخفيف آلام وهموم، ولعل وعسى إن الناس تشعر إن الدنيا لسه بخير، وإن مش معقولة يبقى الواحد مليان هم وغم ويجي يفتح عايز يسمع كلمتين تذكره بالله وتعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلاقي الداعية اللي بيكلمه مكتئب ومكشر وبيتكلم بشيء من الغلظة أو الشدة أو غير. الله ما في القلب يعلمه الله سبحانه وتعالى، إن الواحد من قلبه مليان حزن عدد المسلمين، ومع ذلك يشوش الناس وفي وجوه الناس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أذكر يا جماعة لما كنت في أمريكا ساعة وقوع البرجين دولت، والله الذي لا إله غيره، كنت أتكلم مع إخواني هناك سواء من الدعاء أو من الناس اللي بيسمعونا، كنت أقول لهم: وأنتم ماشيين في الشوارع ابتسموا في وشوش الناس، لأن أكيد في حد من اللي ماشيين في الشوارع مبتلى بأن حد من حبايبه مات، الأب أو الأم أو الزوج أو الأخ أو الصديق أو غير ذلك. واللي ماتوا في المبنيين دول ناس مدنيين ما هماش محاربين. ودايما حاولوا تفصلوا ما بين الحكومات وما بين الأشخاص، يعني ما يبقاش حكمي على مش عارف عامله ازاي، او ان فيها مسؤول بيعمل كذا. انا ماليش دعوه، انا بتعامل مع الشعوب من حيث هم شعوب. الدنيا كلها محل دعوتي، ما بقولش دعوتي تكون في مصر فقط، او تكون في مصر والسعوديه فقط، او في مصر والسودان فقط، لا، دعوتك كداعية، لأن أسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإنت وأنا وكلنا ربنا قال عنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ونبذل جهدنا كله من أجل حاجتين، احنا اتخلقنا من أجل حاجتين: أن نعبد امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحاجة الثانية أن نعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. دي الوظيفتين اللي احنا جينا من أجلهم والله يا جماعة. وبجوار الوظيفتين دولت مطلوب مننا نعمر الأرض، ومطلوب مننا أن احنا نتزوج ونخلف ونربي أولادنا ونحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى أن هم يطيعوه ويسمعوا كلامه ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبذل حياتنا كلها وأموالنا لله سبحانه وتعالى، ويبقى حياتنا كلها شعر إليك ربي لتقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالبسمة دعوة إلى الله دون أن تتكلم ودون أن تبذل أي شيء. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان بعد إسلامه أسلم في نفس الوقت الذي أسلم فيه خالد بن الوليد، بعد سنة عداوة، وعمرو بن العاص يسلم في عام فتح مكة.
فعمرو بن العاص لما أسلم كان لا يلقى النبي إلا ويتبسم النبي في وجهه صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن عمرو بن العاص خيل إليه، وخدوا بالكم ده كان حال كل الصحابة في وجه الكل، ويشعر كل واحد إن هو بيحبه هو بالذات. خد بالك من المعنى الجميل الحلو ده، إن أنت تحسس اللي قدامك أنا بحبك أنت بالذات. فعمرو بن العاص قال واضح إن النبي بيحبنا أنا أكتر واحد، فراح سأله والحديث رواه من أحب الناس إلى قلبك؟ فقال له عائشة. قال له لا أنا قصدي الرجالة، يعني قصدي فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق. قال له ثم من؟ قال ثم عمر. قال له ثم من؟ قال له عثمان. قال له ثم من؟ قال له علي. فقال لك اسكت احسن واعتبر نفس الخامس، عشان لو فضلت اقول له ثم من ربما اطلع انا ايه رقم 1500، فاعتبر نفس الخامس وخلاص واسكت. لكن وصل التخيل ده لسيدنا عمرو بن العاص ليه؟ من كثرة ما كان النبي يبتسم دائما في وجه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. الصحابة والتابعين كان ليهم أحوال جميلة قوي مع البسمة ومع الدعابة ومع المزح. خدوا بالكم من حاجة عشان تعرفوا، هم الصحابة كانوا بيعبدوا ربنا وبيقوموا الليل وكانوا يصوموا النهار ويقرأوا القرآن ويحضروا دروس العلم ويقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأكل ولاده ويأكل زوجته ويسعى على مصدر الرزق بتاعه. لهذا كانوا يعني يتضاحكون، وكان أحيانا في جلساتهم الخاصة كده كانوا هم قاعدين بياكلوا مع بعض مثلا، حتى ورد في روايه ان هم كانوا هم بياكلوا بطيخ بالقشر، يعني بهزار مع بعض، واخد بال حضرتك، كانوا يمزحوا مع بعض. سئل احد التابعين عن الصحابه يمزحون، قال اجل وكان الايمان في قلوبهم مثل الجبال. الله، يعني كانوا بيضحكوا ويمزحوا وينبسطوا وفي اوقات الضحك، مش في كل وقت، مش قاعدين ليل ونهار ينكتوا، لا، في اوقات الضحك كانوا يضحكوا، لكنهم وقت الجهاد في الجهاد، وقت العبادة في العبادة، والخشوع والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل بعض أحوال بقى الصحابة والتابعين مع البسمة الجميلة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بقى نتعايش مع بعض كده الصور الجميلة، مش من باب ان احنا نحكي نكت ولا غيره، لكن بحكي لكم بس صور جميلة من حياة الصحابة والتابعين وتابعي قد ايه كان البسمه في حياتهم عامله ازاي. قلت قبل الفاصل سئل احد التابعين عن الصحابه هل كانوا يضحكون ويمزحون؟ قال اجل والايمان في قلوبهم مثل الجبال. كانوا يمزحوا مع بعض ويضحكوا مع بعض. وكان احد الصحابه جاي قاعد بياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني بيدور ما بينهم شيء من المزاح الجميل ما شاء الله. فكان في مواقف كده جميله. كان من ضمن المواقف بقى لاحد التابعين إن واحد من التابعين وشوا به إلى السلطان فدخلوا السجن، فدخل جوه فمسكوه بقى قعدوا يضربوا فيه لحد ما اتعذب لدرجة إن هو ما كانش قادر يقوم على رجليه. فأمروا الرجل اللي هو السجان إن هو يطلع بقى يرجع إيه للمكان بتاعه اللي هو الزنزانة بتاعته. فقال له مش قادر، أنا رجليا يعني تعبانة من كتر التعذيب يعني الضرب وكده. فأمر واحد من الشرب بتوعه فراح شايل الإمام عشان يغيظه بقى التاني اللي هو كان بيعذب فيه. أول ما طلع على كتفه فراح باصص له كده وقال إيه سبحان الذي سخر لنا هذا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال له يعني أنت راكب دابة ما شاء الله يعني عشان تقول هذا الدعاء. فكان ده من المزح، حتى في عز ما هو بيبتلى كان بيمزح مع السجان. موقف تاني غريب جدا، واحد من التابعين في يوم من الأيام كان عنده أرض زراعية بيزرع فيها، فبيضرب الفاس في مكان كده فلقى جرة ذهب موجودة في المكان دوت. فشال الجرة وبعدين راح البيت، خاف يقول لزوجته لأنه عارف إن زوجته ما شاء الله ما بتحافظش على السر أبدا. فقال طب أنا أعمل لها اختبار، أقول لها على أي سر كده وأشوفها لو قدرت تحافظ على السر دوت هقول لها على سر الجرة بتاعت الذهب، لأحسن إيه لو عرفت الناس فالناس حاكم ممكن ياخد الجرة اللي عندي. فقال لها على فكرة أنا عايز أقول لك حبيبتي على حاجة سر كده، بس بالله عليك اوعي تقول لحد. قالت لا ده السر كبير أنت عارفني يعني. قال لها انا بقالي كده فتره كده بيحصل لي حاجه، طبعا هو مزح معاه في الاول وفي الاخر قال لها الحقيقه يعني. حصل معاه حاجه غريبه جدا، وبعدين فجاه لقيت نفسي كل يوم عزكم الله يعني كل يوم ببيض بيضه. قالت له معقوله؟ قال لها دي البيضه اهيت في ايديا اهيت تخيلي. قالت له حاجه غريبه. قال لها بس اوعى تقول لحد. قالت له خلاص والله السر كبير مش ممكن يعني اطمن يعني. فالمهم هو مشي من هنا وراحت هي مش قادره بقى السر عمال ايه فمش قادره عايزه تبوح بالسر باي طريقه، فراحت ايه مناديه على الجاره بتاعتها. قالت لها عايز اقول لك على سر بس بالله عليك السر كبير اوعى تقول احسن جوزي مأمني والله ما اقوله لحد، فهقول لك بس يعني اعرف ان ده سر يعني.
قالت لها عناية يا حبيبتي، انت هتوصيني؟ مش محتاجه يعني. خير يا حبيبتي؟ قالت لها والله جوزي اكتشفت فجأة ان هو بيبيض كل يوم 10 بيضات، تخيلي. قالت لها معقوله؟ قالت لها اه والله. قالت لها حاجه غريبه جدا. المهم شويتين دي قفلت الشباك من هنا، وراحت فاتحه الشباك الثاني على جارتها الثالثه، وقالت لها عايزه اقول لك سر فلان، بس والله العظيم ده سر اوعي تبوح لحد، يعني السر كبير ودي امانه يعني. قالت لها لا طبعا يا حبيبتي، وانا يعني سيد من يحفظ الامانه يعني. فقالت لها ده زوجها بيبيض كل يوم 30 بيضه. قالت يا نهار ابيض. المهم وصل من الظهريه لحد قرب المغرب ان الراجل بيبيض كل يوم 100 بيضه. وصل الموضوع للحاكم، فراح بعت له قال له ايه اللي وصلنا عنك ده؟ حاجه غريبه قوي، يعني كل يوم 100 بيضه؟ 100 بيضه ازاي يا ابني؟ ده الفرخه بيبيض كل يوم بيضه وبالكتير يعني، وده تخصصها يعني، واخد بالك. فقال له يعني هل تصدق ايها الملك ان في راجل ممكن يبيض بيضه؟ قال له طبعا لا. قال له امال ايه الحكايه؟ قال له الحكايه بس تديني الامان. قال له اديتك الامان. قال له والله لقيت في الارض بتاعتي جره من الذهب، وخفت لحسن زوجتي تفشي السر فيوصل ليك فتطلب مني الجره، فقلت لها السر دوت، قلت لها بيضه واحده، عقبال ما وصلت لحضرتك بقت 100 بيضه. فضحك الحاكم ثم يعني ترك له الجره وما اخذ منه شيئا. موقف تاني برضو جميل جدا، واحد من السلف كان متجوز زوجته، متجوز واحده، وبعدين بعد فتره حب ان هو ايه، حب ان هو يتزوج واحده تانيه. اتجوز الزوجه الثانيه، زوجته الاولى طبعا مشاكل جامده جدا، فبدا يصالحها ويصفيها ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويجيب لها هدايا لحد ما في الاخر خالص بقى يعني ايه شيء من الرضا. وبعدين حب يقنعها انه يجيش معاهم في نفس البيت في الدور الثاني. فبدا يكلمها فقالت له لا يمكن. بعدين المهم راح مديها دينار ذهب، وقال لها ده اقل هديه ليكي وان شاء الله بعد كده هديكي تاني وتالت ورابع، بس يعني ترضي وبعدين عشان بس يبقوا اولادي كلهم مع بعض والكلام ده كله. فرضيت، بس قال لها بس بشرط الدينار الذهب ده اوعي تخبري زوجتي التانية ان انت معاكي دينار ذهب، ده خاص بيكي انت، ده انت حبيبتي، ده انت ام العيال، اوعي تقول لحد. قالت له مش هقول لحد. وراح جاي للزوجه الثانيه وراح مديها دينار ذهب، وقال لها ده هديه ليكي وعشان غلاوتك وعشان انت برضه زوجه يعني ما شاء الله يعني وفيه بس ارجوكي اوعي تعرفي الزوجه الاولانيه انت معاكي دينار ابدا، خلاص ان حد يعرف. المهم جاب الزوجه الثانيه وقعدها في نفس البيت، وبعدين عزم اخته في البيت وطلب منها، قال لها لما تجيني اساليني السؤال دوت وانا هرفض اجاوب، وبعدين تلح عليا وتحلفيني بالله لازم اجاوب، تقولي لي مين انهي زوجه في الاثنين اغلى عندك، اكتر واحده انت بتحبها مين؟ فاقول لك لا مش ممكن اجاوب السؤال دوت، فتقسمي عليا فانا اجاوب. قالت له حاضر. عزم اخته وقعد هو وزوجاته الاثنين وقاعدين بياكلوا مع بعض، فاخته في وسط الاكل بتقول له اللي قول لي بقى مين اكتر واحده من زوجاتك انت بتحبها؟ قال لا لا مش ممكن، ما تساليش السؤال ده ابدا. قالت له طب والله العظيم لا تجاوبني. قال لها يا احرجتيني والله، احب واحده فيهم لقلبي صاحبة. فكل واحدة منهم طبعا فرحت فرح شديد جدا، ومش عايزة تقول للتانية ان هي اللي خدت الدينار الذهبي، وهو كان ادى دي من ورا دي وادى دي من ورا دي. ده طبعا ايه يعني موقف جميل للي معاه زوجتين، عايز يراضيهم ازاي. فربنا يعينك طبعا ويكرمك يعني. اما انا فالحمد لله زوجة واحدة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. موقف تاني برضو جميل جدا، واحد راجل من السلف، وانا بحكي لك مواقفهم الجميله كانت عامه قد ايه بسيطه. واحد من السلف، بس كان هذا الرجل كان عصبي جدا جدا وكان بيتنرفز قوي بسهوله يعني. فالمهم في يوم من الايام كان متجوز اربعه، ربنا يديه الصحه. فكان متجوز اربعه، وبعدين في يوم من الايام خرج بره، رجع لقى الاربعه بيتخانقوا مع بعض يعني حريقه. فبيسالهم مين اللي عمل كده ومين اللي السبب في الخناقه دي؟ قالوا له فلانه. فراح متسرع وقال لها انت طالق. فراحت التانية قالت له طب مش حرام عليك؟ طب عاقبها باي عقاب، انما تطلقها ليه؟ قال لها يعني مش عاجبك؟ قالت له لا مش عاجبني. قال لها خلاص وانت طالق. فالتالتة قالت له والله ده انت انسان ظالم، ازاي تطلق اتنين مره واحده كده عشان زعل يعني؟ قال لها وانت كمان طالق. راحت الرابعه قالت له ده انت انسان بقى واضح ان انت فقدت عقلك عشان تطلق 3 زوجات بس لا طالق. فراح مطلق الاربعه. كان ليهم جاره في الشقه اللي قدامهم سمعت الصوت، قالت له ايه ده؟ ما سمع العرب ولا العجم بإنسان زيك، في واحد يطلق 4 زوجات في دقيقة واحدة. قال لها وانت لو أجازت كان يعني كان قاعد يعني بيتلكك يعني. فواحد كان داخل على هارون الرشيد فبيحكي له القصة، بيقول له ده في واحد جارنا طلق 5 زوجات في يوم واحد. قال له ازاي ده الراجل يعني المفروض كبير قوي. قال له القصة ديت. قال له راح مطلق ال5 وجوزها قال ايه قد أجزت قد أجزت. اخر بقى قصه دي بقى من حياتنا احنا، واحد شاب كده طيب محترم ومتدين ما شاء الله، كان متجوز اخت فاضله، وبعدين في يوم من الايام حصل ما بينهم زعله، وبعدين هي تسرعت وراحت قالت له طلقني.
فقال لها طب خلاص يعني انت مصر؟ قالت له لازم تطلقني. فهو كان انسان عاقل جدا، فراح قال لها طب خلاص هاتي ورقه وقلم وانا هخلص الموضوع. فمسك ورقه وقلم وقال اقر وانا بكامل قواي العقليه اني احب زوجتي حبا شديدا واني لا ارضى عنها بديلا. وراح ماضي وراح مطبق الجواب وقال لها مش انت طلبت الطلاق؟ اتفضلي يا ستي ادي الجواب بتاعك وادي الورقه بتاعتك والسلام عليكم. وراح نازل وسيبها. سابها فترة وهي قعدت فاقت كده، ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي خلاني طلبت الطلاق؟ ده زوجي وحبيبي وابو اولادي، ايه اللي خلاني اتسرع كده؟ وقعدت تبكي بكاء شديد جدا طول النهار ومش مستحمله، وبعدين تتصل عليه مش عايز يرد عليها، وبعدين رجع اخر النهار البيت ودخل البيت كده من غير ما يكلمها ودخل اوضته وهي تخبط تقول له ارجوك افتح لي، سامحني انا زعلان، انا متضايقه من اللي انا عملت كده وانا ندمانه ومش هكرر الخطا ده مره تانيه. قال لها يعني انت ندمانه؟ قالت له والله ندمانه وعمره ما هكررها مره تانيه. قال لها يعني وزعلان منك الموقف ده؟ قالت تاني. قال لها طب خلاص بكل بساطه افتح الجواب اللي معاكي. فتحت الجواب لقيت مكتوب فيه اقر وانا بكامل قواي العقليه اني احب زوجتي حبا شديدا واني لا ارضى عنها بديلا. فقالت له ربنا يبارك فيك، والله ما فيش اعظم من الاسلام يا سلام اللي جعل العصمه في ايد الرجل، لانها لو كانت في ايدي كنت طلقتك كل يوم 20 مره على الاقل. فيعني طبعا دي كان بعض المواقف. ولذلك خدوا بالكم بقى من ضمن الحاجه، كان من ضمن الكتب اللي انا عاملها كتاب قصص الزاهدين. تعمدت قصص الزاهدين، طبعا اللي يقرأ قصص الزاهدين يتخيل ان الزاهدين دول بقى لا بيضحكوا ولا بيبتسموا ولا في ما بينهم اي حاجه. تعمدت ان اجيب قصص الزاهدين في 3/4 كتاب، والربع الاخير اجيب مواقف وطرائف من حياه السلف اللي انا ذكرت منها بعضها، عشان نعرف ان ديننا فيه فسحه وان حياتنا ما ينفعش تكون كلها شده وتزمت وتكشير الى غير ذلك. مشكلتنا كمان يا جماعه ان احنا في الزمن ده، سامحوني، ان في بعض الناس، بقول بعض الناس، اصبح البسمه عندهم بسمه تجاريه لا تكون الا لمصلحه. يعني يبتسم في وش المدير بتاعه، يبتسم في وش رئيسه في العمل، في وش حدني، انما يجي عند الناس البسطاء او الفقراء او يكون حد ملوش عنده اي مصلحه لا يبتسم في وجهه. تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسم في وش الناس، ابتسم في وش المسلم وغير المسلم. بسمتك في وش المسلم عبادة وقربة إلى الله، وبسمتك في وجه غير المسلم دع سبحانه وتعالى. وإذا كانت البسمة صدقة في وجه الناس فمن باب أولى إن تكون البسمة أعظم صدقة إذا كانت في وجه الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد أو إخواتك أو أصدقائك أو جيرانك. فالأقربون أولى بالمعروف. مش معقولة يكون الواحد بره بيته ما شاء الله من كل الناس ويجي داخل البيت يضرب ال 111 ويكشر ويبقى فظ وغليظ، لأن بعض الناس فاهمة إن شخصية الرجل بتكون قوية لما يكون مكشر. قوة الشخصية ملهاش علاقة لا بالتكشيرة ولا بالبسمة. قوة الشخصية في إن الرجل يكون راجل صاحب موقف، إن الرجل يكون رحيم بزوجته. الرجال قوامون على النساء. يعني ايه قوامون على النساء؟ يعني ان هو يعني يغلظ على النساء. قوامون يعني شغالين عند النساء. ايه ده؟ ايه المعنى الجديد ده؟ والله العظيم تخيلوا حضراتكم، يعني لما يقول لك ان الرجل قوام على النساء يعني انه يقوم على شؤونها واعمالها وحياتها وحاجاتها وكل ما تحتاج اليه، فالرجل هي دي الرجال قوامون على النساء. ولذلك قال لك ايه؟ قال لك بما انفقوا من اموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض، او بما انفقوا من اموالهم. بينفق عليها، بيقوم بكل شؤونها. مش الرجال قوامون على النساء بانه يضربها وانه يسبها وانه يشتمها وانه يعاملها معامله سيئه. الناس فاهمه الموضوع غلط خالص بالمره. ده الرجال قوامون على النساء دي منحه من الله عز وجل لكل زوجة مسلمه. عشان كده عايز اقول لحضرتك بيظهر قوي اثر البسمه في المواقف الصعبة. جرب كده يكون في خناقة بين اتنين، زعل أو خصام، وابتسم في وش اللي قدامك، تلاقي المشكلة اتحلت، نزلت كده بردا وسلاما على قلب الإنسان اللي واقف قدامك. عايز أقول حاجة تانية يا جماعة، إن في يوم من الأيام، والحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، إن كان النبي ماشي مع أنس بن مالك، فجه واحد أعرابي راح جذب النبي من ورا وقال له أعطني من مال الله الذي آتاك. بشده، واحد بيشحت وبجرأة شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد غير النبي كان اتدور ويعني وتصرف معاه، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدير ويبتسم في وجهه ويأمر له بعطاء. شوف قد ايه. فيذهب الرجل وقلبه كان مليء بالغل، وبعدين بعد ما حصل الموقف ده
قلبه اتملى حب للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب داعية إلى الله سبحانه وتعالى بين قومه فأسلمت قبيلته على يديه بسبب هذا الموقف البسيط الجميل من الحبيب صلى الله عليه وسلم. ابتسم، لأن بسمتك خطوة في تمكين هذه الأمة، لأن كل ما بتبتسم بتاخد صدقات فيعلو قدرك عند الله، فإذا دعوت تقبل الله دعائك. وابتسم لأن بسمتك هتكون سبب في تآلف القلوب وفي تجمع الأمة على قلب رجل واحد. لكن عايزين نعرف قبل ما نخلص الحلقة، هل البسمة تبقى على طول؟ مش في آداب للمزاح؟ طبعا في آداب. الآداب بتاعت المزاح 4 آداب. عدم الإكثار من الضحك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما قالوش ما تضحكش، قال له اضحك بس ما تكترش، ما يبقاش ليل ونهار، ما نعملش شريط نكت، واخد بالك؟ ما يبقاش ليل ونهار نكت وهزار ونقعد قاعده كده وكل واحد يقول نكته، ما يبقاش. انما البسمه تيجي كده دعابه خفيفه، بسمه بسيطه، حاجه تبقى عامله زي الملح اللي بيتحط في الاكل كده يحل الاكل. رقم 2: الا يكون في هذا الضحك كذب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح حينما قال له أبو هريرة: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: أجل، غير أني لا أقول إلا حقا. صلى الله عليه وسلم: أنا بداعبكم وبمزح معاكم وبضحك معاكم، لكن ما بقولش إلا الحق والصدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. وقال النبي كما عند أحمد بإسناد حسن: قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. يبقى ده رقم 2. الأدب الثالث: ألا يكون في تجريح أو استهزاء بالناس. عايز أضحك أو عايز أبتسم، اوعى تتريق على الناس، اوعى تقف مع أصحابك كده وتقول شايف الراجل ده قصير ازاي، شايف فلان ده عامل ازاي، شايف مش عارف ايه. ما تتريقش على الناس، اوعى تسخر من الناس، لانك ممكن تسخر من انسان فيحصل لك نفس اللي حصل له. ما تتريقش على الناس، ما تسخرش من الناس. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. شوف قد ايه؟ قال لك يبقى رقم 3: الا يكون فيه تجريح ولا استهزاء بالناس. رقم 4: ان يكون الضحك بقصد الترويح عن النفس وليس بقصد اي شيء اخر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. دي كانت بعض العناصر البسيطة اللي بنتكلمها عن بسمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة. خلي دايما وشك كده بسام، خليك بسام المحيا زي ما كان النبي بسام المحيا صلى الله عليه وسلم. لقائك مع الناس وانت مبتسم في وجوه الناس. الناس النهارده في آلام وأحزان ومشاكل. لما يخرج واحد عنده مشكلة في شغله وعنده مشكلة بسبب ضائقة مالية، ويلاقي إنسان قدامه بيقابله أهلا وسهلا السلام عليكم وابتسم في وشه، يمكن يرجع له الأمل في الحياة. إنما لما يخرج هو مكشر ويقابل واحد مكشر ويلاقي التالت مكشر، الدنيا كلها بتضيق في وشه ويحس إن الدنيا كلها سواد. ابتسم في وشوش الناس عشان قلوبهم، ابتسم في وجوه الناس علشان دي صدقة بتتصدق بيها على أخيك وبتاخد أنت ثواب عليها. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسم جميعا من تعرف ومن لا تعرف عشان تخلي الناس يحبوا هذا الدين. ابتسم لأن أسوتك وقدوتك كان بسام المحيا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده محتاجين ان احنا النهارده نبدا صفحه جديده ونحاول نعود نفسنا على البسمه. ابتسم، معرفش يكشر تاني، لا ابتسم، درب نفسك. هتقول لي مش متعود، درب نفسك على قد ما تقدر، زي ما بتدرب نفسك عشان تلعب كوره، وبتدرب نفسك عشان مش عارف تعمل تمرينات ايه، وبتدرب نفسك عشان تمارس المهنه الفلانيه. من باب أولى إن أنت علشان تبتسم، علشان تحقق عبادة أمرنا النبي بها صلى الله عليه وسلم، وقال لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. عايزك تتصدق. تخيل حضرتك لو أنا قاعد دلوقتي في القناة والناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي، شوف لو 1,000,000 ولا 2,000,000 ولا آخد 2,000,000 صدقة، يا سلام. واللي بيصور المشاهد ديت ياخدوا معايا برضه الصدقات، واللي بيخرج البرنامج ياخد الصدقات. خد الصدقات لان ايه؟ لان كل هؤلاء عباره عن يعني زي ما بيقولوا كده فريق عمل متكامل ياخذ اجر اي شيء يحدث في هذا البرنامج. حقيقي عايز اقول لكم حاجه، انا حتى في عز ما اكون تعبان زعلان متضايق، والله العظيم بحاول اجاهد نفسي ان اكون مبتسم في وش كل الناس، علشان
ربنا يجعلنا سبب في يعني بث الأمل في قلوب الناس، وعشان ناخد صدقات وأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان الناس ما تسيئش الظن وتقول الدعوة بقت فظة ولا غليظة ولا ده بيقولوا ده، عشان نعرف إن صابعك مش زي بعضها، وإن الحمد لله رب العالمين يعني بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نتأسى وإن احنا نقتدي بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وعشان لما نقابل النبي على الحوض نقول له يا رسول الله ابتسمنا في وش الناس كلها علشان نقلدك ونمشي وراك ونسمع كلامك يا رسول الله، ولعل تكون سبب يا رسول الله في هداية أي واحد من البشر، سواء كان مسلما عاصيا فتتاب إلى الله، أو يكون واحد مش مسلم فيسلم ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع سيد المبيد الأتقياء والخاشعين والبكائين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتعايشنا بقلوبنا مع بسمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يملأ بيوت كل المسلمين يا رب بالبسمة والفرحة. يا رب يسعد قلوبكم يا رب، يا رب يسعد قلوبكم ويزيد الخلافات ما بينكم يا رب، ويقلب بين قلوبنا في مصر وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين، ويجعل حياتكم كلها سعادة. إيميلاتكم الأستاذة منال بتقول أنا أحفظ القرآن الكريم فكيف لي أن أراجعه حتى يثبت حفظي. أختنا منال ربنا يحفظك ويبارك فيكي ويبارك في كل بنات المسلمين يا رب العالمين. لما تعوزي القرآن يثبت في صدرك في قدامك كذا طريقة، لكن أفضلهم عندي إن أنت لما تحفظي ربع في اليوم مثلا صلي بيه جميع السنن والنوافل. يعني هتحفظي الربع ده مثلا بعد صلاة الفجر، صلي بيه الأربع ركعات بتاعة الضحى، وصلي بيه السنن بتاعة الظهر، والسنن المستحبة بتاعة العصر لو كنت هتصليها، والسنة اللي ورا المغرب، والسنة اللي ورا العشاء. وتعالي كده قبل الفجر كده بنص ساعة قومي صلي ركعتين قيام ليل بنفس الربع، لا يمكن تنسيه ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وحددي وقت للحفظ وخلي المراجعه دايما في الرواتب والنوافل. الاستاذ احمد احيانا تاتيني افكار شيطانيه ولا اعرف كيف اتخلص منها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم واكثر من الاستغفار. وما عليك الا ان تقول امنت بالله وكثر من الاستغفار ومن الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، يعني وان شاء الله سيزول كل ذلك. الاستاذ حامد أنوي الزواج قريبا وأريد أن تنصحني بكتاب لسنن وآداب الزفاف. في كتاب أنا عامله حوالي 900 صفحة اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد، بيبدأ من أول الخطبة، من أول الترغيب في الزواج ثم الخطبة، ومرورا بقى بالعقد وآداب الزفاف وكل ما يخطر على بالك لحد تربية الأولاد. يعني معاك من أول ما تفكر تتجوز لحد ما تندم إنك تتجوز، لحد ما يعني لحد ما تربي أولادك. طب ماشي حبيبي. أستاذ أحمد. الو. ايوه السلام عليكم. ايوه يا شيخ محمود. اهلا حبيبي. والله العظيم بحبك لله حب لا يعلمه الا الله. احبك الله الذي احببتني فيه حبيبي. والله ربنا. العظيم انا كل يوم في الثلث الليل الاخير بدعي لك. ربنا يحفظك يا حبيبي ويبارك فيك ولك بمثل ان شاء الله. النبي يا شيخ محمود انا عايز اسالك سؤال، هل الرسول دعا للصحابه اللي هو ربنا يرزقهم بزوجات صالحات ولا لا؟ معلش السؤال تاني استاذ احمد ما سمعتوش. هل الرسول دعا للصحابة اللي ربنا يرزقهم بزوجات صالحات ولا لا؟ يرزقهم بزوجات صالحات؟ لا هو ما يعني ايه، يعني هو كان بيدلهم، كان بيقول لهم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك. وبعدين هو لما هم سألوه قالوا له يا رسول الله في حينما نزل قول المولى يكنزون الذهب والفضة، قالوا له قد علمنا الذهب والفضة فأي المال خير نكتنزه؟ فقال خير ما اكتنز العبد زوجة صالحة قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه. ده كان كلام النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم، وكان بيحضهم بقى يقول لهم كما في الصحيحين يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها بذات الدين تربت يداك. ومعلوم طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للأمة كلها مش للصحابة بس، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشكرك يا أستاذ أحمد على اتصالك. الأستاذة وردة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الشيخ محمود. أيوة مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. ازاي انا مش شايفاك في التلفزيون ما بتتكلمش كده؟ نعم. الشيخ محمود ما شايفاك في التلفزيون. طب حضرتك لو توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون هتلاقينا ان الشيخ محمود بعينه ان شاء الله.
لا يا فندم انا سامعاك كويس. اتفضلي يا فندم. التلفزيون كمان. اتفضلي. سامعاك من التلفزيون. طب اتفضلي تحت امرك. انا والدي متوفي من فتره، وكل فتره بحلم بيه يعني. والدك؟ والدي الله يرحمه. اتفضلي يا اخت ورده انا سامعك. السؤال؟ السؤال نعم. يعني مرة الاقيه يعني زعلان، يعني مرة الاقيه يعني كويس مبسوط. نعم. طيب عموما سؤالك واضح يا استاذه ورده. يعني طبعا الانسان لما يشوف مثلا حد من حبايبه، الام اللي ماتت او الاب اللي مات، مره يشوفه زعلان ومره يشوفه فرحان، نفسي ايه سبب فرحه وايه سبب حزنه؟ ربما اكون انا مقصر في طاعه ربنا سبحانه وتعالى فيكون والدي زعلان عشاني او زعلان مني، بس انا حاسس نفس الظن اقول زعلان عشاني، او مثلا انا ببقى مجتهد في طاعه فيكون فرحان بيا. وانتم عارفين طبعا ان كما ورد في بعض الاثار ان اعمال الاحياء بتعرض على اقاربهم من الاموات فيستبشروا ان كانوا بيعملوا عملا صالحا ويحزنوا اذا عملوا عملا غير صالح. فانت اجتهدي في طاعه ربنا سبحانه وتعالى يا اخت ورده، وكتري من الدعاء لوالدك على قد ما تقدري والاستغفار ليه، ولو تقدر تعملوا صدقه جاريه جدا، كان مثلا تشاركي في بناء مسجد ب 100 جنيه، حتى حطي 100 جنيه كده بنيه ان انت تشاركي في بناء هذا المسجد ويكون في ميزان حسنات والدك ان شاء الله، تشوفي دايما بعد كده مبتسم ان شاء الله. الاستاذ حسام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا حبيبي. ازيك يا والدي؟ انا بس هسألك سؤال بس. اتفضل. دلوقتي حضرتك اتكلمت على نعيم القبر. نعم. تمام. دلوقتي لو انت في النعيم، طب ديدان الارض حضرتك هتحس بيها؟ ده اول سؤال. لو انا في نعيم القبر ايه؟ دلوقتي جسمك اكيد بيبقى تراب. طب اللي في نعيم بيحس بالديدان دي؟ يعني نعم. دي اول حاجه. تاني حاجه، قيام الليل ده مهر للحور العين؟ عينيا حاضر يا استاذ حسن. حاضر عينيا حاضر. هو عموما بالنسبه لنعيم القبر حضرتك بتقول ربنا يحفظك يا استاذ حسام، بتقول طب ازاي انا اشعر بنعيم القبر ما دمت انا تراب في القبر؟ ده تراب ده حضرتك اللي احنا شايفينه امور الاخره يا استاذ حسام، وبقول لكل جمهورنا الحبيب اللي قاعد قدامنا ربنا يحفظهم، امور الاخره ديت لا ترى بالعين المجردة، وإلا فالإنسان ساعة عليه الملائكة هو شايفهم، شايف ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ومع ذلك يقول جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم مش نفس الحكاية. تفتح القبر ده مثلا ممكن يكون مدفون فيه اتنين، واحد القبر ده روضة من رياض الجنة بالنسبة له، وواحد تاني القبر ده حفرة من حفر النار بالنسبة له، ومع ذلك أنا وحضرتك لما نفتح القبر ما بنشوفش غير صخور وتراب واكفان، لا بنشوف لا نعيم ولا عذاب ولا بنشوف قبر ممدود مد البصر ولا بنشوف النار. كل دي من الامور الغيبيه الله عز وجل عنا. فالانسان في قبره جسده بروحه، التراب ده اللي احنا شايفينه ان هو جسده موجود ويشعر بجسده وبروحه، لكنه لا يستطيع ان يتكلم او ان يرد، لكنه يشعر طبعا. والدليل على هذا أنه يأتيه الرجل الصالح ربنا يجعلنا وإياكم منهم، يأتيه رجل طيب أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الرائحة، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير، يقول له أنا عملك الصالح أنيسك وجاء ساعة. يبقى إذن هيجلس مع إيه الرجل ده؟ هيجلس مع شوية تراب فعل في القبر. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، هل القرآن مهر للحور العين؟ أي عمل في الدنيا عمل صالح، ومن ضمن القرآن كل ده مهر للحور العين إن شاء الله. مين معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ أهلا بحضرتك يا فندم. لو سمحت يا شيخ محمود، أنا كنت بس مش عايزة أقطع الخط عليا، كنت أولا عايزة آخد رقم تليفونك لو سمحت، رقمك الشخصي. من كنترول إن شاء الله. حاضر. طيب وكمان عندي سؤال. انا يعني كان في حصلت مشكله ما بيني وبين زوجي مؤخرا، يعني كان بيكلم واحده على الفيسبوك وكده يعني. والمشكله ديت هي ازمتني كتير في حياتي، مره واثنين وثلاثه يعني. نعم. حاولت معاه وانكر وكده، وبعد كده كنت بكتشف يعني. نعم. وبعد كده هو وعدني ان مفيش حاجه يعني، بقالنا يجي شهرين، بس انا تعبانه مش بعرف انا مسامحاه والله والحمد لله يعني، لانه انسان في خير والله. انت طيبه يا اخت شيماء، انت طيبه يعني والحمد لله. انت طيبه وبنت حلال. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عايز اقول نصيحه لاختنا شيماء ولاي زوجه. لو في يوم من الايام عياذا بالله زوجه اكتشفت ان زوجها بيكلم واحده ونصحته لوجه الله سبحانه وتعالى، ما تكررش عليه النصيحه، لكنها تكثر دائما من الدعاء ليه بالظهر الغيب ان ربنا يهدي قلبه ويكرهه في اي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى.
سهام الليل لا تخطئ. لان ممكن الزوجه لو قعدت تكرر على زوجها، هو انت مش هتبطل كلام مش عارف ايه، انت مش هتتوب الى، ممكن هو يعني ده عياذا بالله، وممكن ياخد الموضوع، وممكن يكون الموضوع مش في دماغه مره ولا مرتين نزوه وعدت ومش هيكمل. لكن لما الزوجه تؤنبه ممكن عياذا بالله بعض النوع من انواع من الرجال ممكن يعند ويكمل. فانا نصيحتي ذكرتيه بالله مرة، ومش بتذكريه عشان غيرة شخصية، أنا مش بذكرك عشان أنا غيران إن أنت بتكلم واحدة، أنا أخشى على دينك إن أنت تعمل حاجة زي كده، فربنا سبحانه وتعالى ينزع البركة من بيتنا لأن أنت بتعصى ربنا بهذا الأمر. وأنا مش هقول لك أكتر من كده. ثم بعد ذلك تتعاملي معاه معاملة عادية جدا جدا، وتدعي له بظهر الغيب، وأكيد ربنا سبحانه وتعالى هيبغض إلى قلبه هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. بتقول أنا في ثانوية عامة ولا أستطيع المذاكرة أبدا، أحافظ على الصلوات وأذكار الصباح والمساء، وذهبت لإحدى الأخوات حتى ترقيني دون فائدة، فماذا أفعل؟ بصي يا أختي مها، ربنا يحفظك ويبارك فيكي ويبارك في كل بنات المسلمين وأولاد وكل المسلمين يا رب العالمين. كتري من الاستغفار وكتري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن تجربة. يعني الاستغفار، لأن ممكن أكون أنا مقصر في حق ربنا في شيء، فربنا سبحانه وتعالى جعل ده سبب في أن أنا بين الفهم والمذاكرة، فلما أستغفر ربنا يغفر لي ذنوبي سبحانه وتعالى. والصلاة على النبي سبب تفريج الهموم، وعدم فهمك للمذاكرة وعدم استطاعتك للمذاكرة ده هم في حد ذاته، والدليل على ذلك أنك بعد متضايقة من هذه المشكلة. فكثري من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخدي بالأسباب. مثلا ممكن تكوني بتذاكري في وقت يكون في دوشه في البيت مش عارفه تذاكري، او بتذاكري في وقت يكون في دوشه في الشارع، حاولي تذاكري في اوقات معينه كده جميله. قومي صلي قيام الليل ركعتين قبل الفجر بنص ساعه، وصلي الفجر واقعدي بقى كده وسمي بسم الله وابدأي كده ذاكري، واخلصي النيه لله ان انت بتذاكري علشان تبقى حاجه جميله في البلد وتنفعي بلدك وتنفعي دينك. ان شاء الله بالنيه الطيبه دي ربنا يأجرك ويكرمك ويعينك ان شاء الله. الأستاذة أم حسن، ما هي الطرق لغرس الإيمان والأخلاق الحسنة في قلوب أولادي؟ بقول لحضرتك يا أم حسن ربنا يحفظك ويبارك لك في حسن، وإذا كان في حد غير حسن يبارك لك فيهم كلهم يا رب، ويبارك في جميع أولاد المسلمين. أكبر حاجة بفضل الله لغرس الإيمان والأخلاق الحسنة في قلوب أولادنا الجملة دي، القدوة، إن الابن يشوف أبوه وأمه قدوة ليهم، لأن هم أقرب ناس إليهم وأكتر ناس هم بيشوفوهم، والابن بيبقى يعني عنده كده فخر كده واعتزاز بالأب أو بالأم، فيبقى فرحان قوي لما يشوف أبوه وأمه أخلاقياتهم جميلة، سلوكياتهم زي الفل، عندهم رقي في التعامل، بيتعاملوا مع الناس برقي. الابن لما يشوف القدوة دي مستحيل يطلع وحش أبدا، وإن طلع وحش لفترة تأكدوا مستقيم في يوم من الأيام العود يرجع تاني يستقيم كما استقام الأصل، صدقوني. فأكبر حاجة نقدمها الصحبة القدوة والصحبة الطيبة. نحن برضو ننتقل أولادنا أصحاب يكونوا طيبين عشان يكونوا عونا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أم عماد السلام عليكم. السلام عليكم. الأستاذ عماد ولا أم عماد؟ أم ريناد. أم ريناد؟ أم ريناد أهلا وسهلا يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا فرحانة أوي إن بكلم حضرتك. ربنا يفرح قلبك بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بحبك أوي والله، بحب أسمعك أوي. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ محمود عايزك تدعي لي وتدعي لأولادي والجوز. ربنا يحفظك ويحفظ زوجك وأولادك ويحفظ كل بيوت المسلمين يا رب، ويملى بيوتكم بالسعادة والفرحة، اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. معلش يا شيخ محمود ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي يا أختي. أنا بحس على طول إن أنا خايفة كده، وحاسة إن ربنا يعمل في حاجة وحشة أو في عيالي. لا نحسن الظن. أنا على طول بحس بكده. لا نحسن الظن بالله. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. احنا نحسن الظن بالله. ليه أنا أتصور أنه سيأتيني السوء من عند المولى عز وجل، مع أن الخير لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ربنا سبحانه وتعالى أتم علينا النعمة وأكمل علينا النعمة سبحانه وتعالى، وكل لما بنحتاج أي شيء بنقول يا رب، وكل لما بنكون في أزمة بنقول يا رب، ولا يتخلى عنا أبدا سبحانه وتعالى. قد يؤجل الفرج والاختبار إلى غير ذلك، ومن باب التمحيص ومن باب غفران الذنوب ومن باب رفعة الدرجات، لكن في النهاية لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
حبيت أقول لحضراتكم حاجة صغيرة مهمة جدا. في الحلقة اللي فاتت يا جماعة كانت في أخت فاضلة ربنا يحفظها، أختي التونسية، كانت اتصلت وأنا كان السماعة عندي أنا ما كنتش سامعها خالص، فهي من ضمن كلماتها بتقول عفوا أنا آسف يعني بتقول يا حبيبي، فانا ما سمعتهاش والله. بعد ما خلصت الحلقه وطلعت بره قالوا لي انها قالت كذا، فانا بعتذر والله، انا لا اقبل ان يقال لي هذه الكلمه لانها لا تجوز. ولو في اخت فاضله بتتصل بتقول انا بحبك في الله، انا عارف انها تقصد انها بتحب الشيخ محمود كاخ ليها في الله، فانا برد عليها بقول ربنا يحبك ويسترك. انما انا والله ما سمعت كلمه اللي قالتها الاخت التونسيه ربنا يحفظها، وهي اكيد بتقولها بنيه طيبه برضو لا تقصد شيئا، لكن بس حتى لا يظن احد اني سمعت الكلمه وسكت عليها. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. والله يا شيخ يعني تعرف ايش قد أحاول إلى أن حصلناك. أنا من كردستان من أربيل دا أحاول وياكم. أهلا بحضرتك يا فندم. الله يسلمك الله يوفقك، والله ينزلكم أنت الشيخ محمد حسان، محمود الحويني، الشيخ يعقوب، كلكم نحطكم على راسنا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. الله يسلمك الله يوفقك يا رب. يعني ندعوكم بزيارة كردستان يعني تشرفونا. على عيننا والله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم والله يعني الله. وسلامنا لكل أهل كردستان يا رب العالمين، ربنا يحفظكم من كل سوء. الله يسلمك. سؤال حضرتك يا أم محمد تحت أمرك. شيخنا يعني أنا مرات من أطلع ويا زوجي يعني هو يصير عصبي على السواق اللي قدامه دا يمشون، يعني يغلط. نعم عصبي يعني وبيغلط. نعم عصبي يعني تفضلي. بلي عصبي. نعم ما يتحمل السواق اللي قدامه. نعم نعم. طيب بص يا ام محمد، عايز اقول لحضرتك حاجه. هي المشكله دي الحقيقه مشكله متكرره سببين. السبب الاولاني ان ممكن يكون احيانا طبع الزوج من الناحيه الخلقيه صعب شويه. السبب الثاني احيانا بتكون ضغوط الحياه، وطبعا اديكم شايفين الضغوط اللي الناس عايشه فيها النهارده خلت ناس كتيره جدا تخرج يعني عن الهدوء اللي هي عايشه فيه، وبقت يعني الصراخ والسب وغير ذلك، وطبعا ده مش مبرر استغفر الله يعني، ما لا اقول هذا مبرر. فانت حاولي على قد ما تقدري الشيء اللي بينرفزه حاولي ما تعملوش. هتقولي مثلا ممكن يكون هو بيتنرفز على طول من غير اي حاجه يعني من غير سبب هو بيتنرفز، تحملي لله سبحانه وتعالى وكتري من الدعاء، عليك بالدعاء. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء هو العبادة كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. كتري من الدعاء، ادعي له ان ربنا يهديه، ادعي له ان ربنا يطهر لسانه من السب والشتم، ادعي له ان ربنا يصلح حاله، ادعي له وان شاء الله قادر ربنا سبحانه وتعالى يغير أخلاقه تماما ويكون زي النسمة في البيت إن شاء الله. الأستاذ صلاح، أرجو أن تخصص حلقات عن العقيدة وأسماء الله وصفاته إن شاء الله، في نيتي يا أستاذ صلاح إن شاء الله. وأنا فعلا عامل كتاب في العقيدة وعامل كتاب تاني اسمه 1000 سؤال وجواب في العقيدة غير شرح العقيدة، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله، إن المواضيع كتير اللي عايزين نتكلم فيها الحقيقة، لكن نسأل الله أن ربنا يرزقنا بس طول العمر مع حسن العمل. إن شاء الله يكون في سلاسل في العقيدة إن شاء الله قريبا بعون الله وقدرته سبحانه وتعالى. الأستاذ عمر، لماذا كثر التحدث عن الجن والسحر في الدول الإسلامية ولا نسمعه في الدول الأجنبية؟ بنسمع عن السحر والجن والسحر في الدول الإسلامية ما بنسمعش في الدول الأجنبية لسبب، لأن الشيطان بشغلته كلها يوسوس للمسلم في عبادته، يوسوس له يتسبب في سحر، مثلا يكون حد عمل سحر والشيطان يعين هذا الإنسان الساحر على فعل هذه الأشياء. أما الكفار اللي هم مش مسلمين اللي ما بيعبدوش ربنا، دول مخلين الشيطان بيتفسح في جزر هاواي، يعني هو مش محتاج يشتغل أصلا، ده هو مستريح واخد أجازة، لأنه هيشتغل على إيه؟ ما فيش لا عبادة ولا في طاعة ولا حد بيصلي ولا حد بيعمل حاجة، فهو هيوسوس لمين؟ فهو مدينه أجازة فنايم ومرتاح هناك. هو التعب كله بقى عندنا احنا بقى، ده بيصلي فهو محتاج يوسوس له في الصلاة، دي لابسه حجاب فيوسوس لها كده الدنيا حر وما يصحش، والحجاب حجاب القلب والكلام ده كله، ده شغل الشيطان. شغل الشيطان بيشتغل في الدول الإسلامية كويس جدا تمام، يعني هو ايه بيبقى واخد عقد عمل هنا، انما في الدول التانية هو مش محتاج يشتغل اصلا، هو لو راح هناك هينام يعني هيبلط في الخط يعني. فاضل لنا 4 دقايق، في دقيقة أقول وصية وفي 3 دقايق ندعي. الدقيقة هقول فيها الوصية، كتروا من الدعاء إن ربنا يحفظ بلاد المسلمين وإن ربنا يقلب بين قلوب الناس. عايزين صيام 2 وخميس بالله عليكم، وعايزين ركعتين قيام ليل كل يوم.
ادعوا لمصر وادعوا لسوريا وادعوا لكل دول الإسلام، ليبيا وتونس وكل دول الإسلامية يا رب. ادعوا لهم ان ربنا يفرج الهموم يا رب العالمين، ويصلح حال البلاد ويصلح حال العباد، ويقلب بين قلوب الناس ويردنا إليهم ردا جميلا. كتروا من الاستغفار، كتروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلوا كل يوم ورد قرآن تلت ساعة تقرأ فيها جزء لا أقل من ذلك. عايزين ندرب نفسنا دلوقتي. كل عام وانتم بخير، داخلين على رمضان إن شاء الله. محضر لكم مفاجأة حلوة جدا إن شاء الله في رمضان هنا على قناة اقرأ الحبيبة، اللي قدمنا عليها حاجات يعني على مدى 5 سنين. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا وفي كل القائمين على هذه القناة القريبة إلى قلبي. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صب الخير على المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج همومنا في مصر، وفرج هموم المسلمين في سوريا. اللهم فرج همومنا في مصر. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا رب العالمين. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.